يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذه المراحل التي يمر بها أكثر الناس، ونبه إلى مرحلة عظيمة ألا وهي مرحلة القوة بعد الضعف وقبل الضعف. هذه المرحلة أيها الناس هي مرحلة القوة والاندفاع والفتوة، مرحلة الشباب. وما أدراك ما الشباب؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر باغتنام هذه الفرصة، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، وذكر منها وشبابك قبل هرمك. الشباب أيها الناس له المنزلة الرفيعة في الإسلام، ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. فالشاب إذا توجه إلى الخير ونشأ على الخير أظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم الحسرة والندامة، يوم أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في ذلك اليوم أيها الناس يأتي ذلكم الشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل، يدنيه الرحمن سبحانه وتعالى ويكرمه الرحمن سبحانه وتعالى ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الشباب إذا توجه إلى الخير أثمر في هذه الأمة. فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى زكى أولئك الرجال الذين آووا إلى الكهف، فقال سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية تركوا الملهيات والملذات والمسكرات وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى واستقاموا على دين الله عز وجل، لذلك حباهم الله تعالى وأكرمهم سبحانه وتعالى وجعلهم آية للناس. الشباب أيها الناس هم الذين يحملون الخير في الغالب إذا اتجهوا إلى الخير، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاء بالدعوة إلى الله قام الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء شبابا وكهولا في مناصرة هذا الحق، والشباب كان لهم الدور الأبرز والأعظم في هذا الباب. نعم أيها الناس.